الاجتماعان الثالث عشر للمجلس الأعلى للتربية والعلوم والثقافة للمسلمين خارج العالم الإسلامي، والعاشر لرؤساء المراكز الثقافية والجمعيات الإسلامية في أوروبا، ركز على مناقشة وثيقة أساسية عدتها المنظمة الإسلامية إيسيسكو عن تفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين الموجهة إلى العالم كله من أجل الحوار والتعايش والإسهام في تحقيق الأمن والسلام العالميين المنشودين. تفعيل لهذه المبادرة هو تحويلها إلى عمل مؤسسي، وهي الآن أصبحت مركز دولي أنشئ من قبل 3 دول، هي المملكة العربية السعودية والنمسا ومملكة إسبانيا، ونحن الآن ننطلق في برامج متعددة، ونرجو أن نوفق في خدمة الأهداف التي أسس لها هذا المركز والتي هدفت لها هذه المبادرة. جلسات نقاش عدة في مشروعات مشتركة ثقافية وإسلامية شهدت تقديم رؤى ومقترحات حول إمكانية الحوار والتعايش والعلاقات الثقافية التي تهم المراكز والأقليات الإسلامية في أوروبا، وكيفية التعامل مع بقية أتباع الأديان لمعالجة ما يمس الدين. هذه الجالية هي نسيج من نسيج المجتمع، ولكي يتحقق هذا التعايش لابد أن يكون هناك تفاهم وأن يكون هناك علاقات جيدة. لا يتم هذا إلا بالفهم والحوار وإشاعة روح الفهم الصحيح لما عليه الآخر. منظمة إيسيسكو تعتبر بيت الخبرة في مجال البحوث الإسلامية والحوارات، عقدت اجتماعها في لندن لتكون أقرب إلى المراكز الإسلامية في أوروبا في إطار الاحتفال بالمدينة المنورة عاصمة للثقافة الإسلامية. مبادرة الحوار بين الأديان فرضت نفسها واقعا للتقارب بين الدول والشعوب على اختلاف معتقدها الديني والثقافي، وتفعيلها في ظل التوترات التي يشهدها العالم ضروري لتحقيق الأهداف المنشودة في ترسيخ التفاهم والتعايش والاحترام بين مختلف أتباع الأديان السماوية. مصطفى زارو، العربية، لندن.